مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من سلسلة مع رشا. هنحضر مع بعض في هذه الحلقة خبز الفينو أو الروتي في المنزل بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة. تعالوا نشوف مع بعض إيش هنحتاج للوصفة. عندنا هنا 4 أكواب من الدقيق الأبيض، وربع كوب من الزيت، ورشة ملح، بالإضافة إلى ملعقتين حليب باودر بملعقة الطعام اللي شايفينها أمامكم طبعا، بالإضافة إلى ملعقة سكر وملعقة خميرة فورية، وحنحتاج حوالي كوب ماء دافئ. حنضيف السكر مع الخميرة مع كوب الماء مع بعض ونحركهم بهذا الشكل لحد ما تذوب معنا حبيبات السكر في الماء، ونترك الخليط لحد ما تتفاعل معنا الخميرة. وبعد ما تفاعلت معنا الخميرة بهذا الشكل حنبدأ نضيف المكونات الجافة على الدقيق. أضفنا حليب الباودر والملح، حنقلبهم مع بعض ونضيف عليهم خليط الخميرة الفورية مع السكر، ونضيف كمان نصف مقدار الزيت اللي معنا، مش حنضيف المقدار كامل. حنحتاج كمان إلى كوب أو كوب إلا ربع من الماء، ونعجن لحد ما نحصل على عجين ناعمة وطرية. أضفت هنا مقدار من الماء. طبعا مقدار الماء بيعتمد على نوعية الدقيق المستخدم. بعد ما اختفى معنا الدقيق تماما حنضيف الزيت المتبقي معنا ونستمر بالعجن. وبكذا صارت معنا العجين جاهزة. حنحطها على جنب تختمر لمدة ساعة كاملة ونرجع نكمل شغلنا مع بعض. وهذه عندنا العجين بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها، حنقطعها ونكورها، وبعد كذا حنجيب صينية فرن ونملسها بالزبدة أو ندهنها بالزبدة أو الزيت، ونبدأ نفرد العجين. هنا قطعنا وكورنا العجين بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. حنبدأ نفردها زي الرغيف إنما بشكل خفيف جدا، ونرصها في صينية فرن بعد ما نشكلها على شكل أقراص الروتي. حنفرد الأقراص بهذا الشكل فرد خفيف، ونلفهم بهذه الطريقة على شكل أقراص الروتي. نقفلهم كويس، طريقة التقفيل كذا، وبعد كذا نرصهم في صينية الفرن. بعد ما نخلص الكمية كاملة حنتركها لحد ما تختمر لمدة نصف ساعة تقريبا، أو لحد ما يتضاعف حجم أقراص الروتي أو أقراص خبز الفينو. وهنا عندنا أقراص الفينو بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها حندهنها بالحليب المركز وحنشكلها مثل ما انتم شايفين بالسكين. هذه الحركة اختيارية، لو حابين تسووها او مش حابين عادي جدا. بعد ما نملسها بهالحليب المركز او ندهنها حندخلها على فرن ساخن لحد ما تتحمر معانا وتستوي تماما، وبعد كذا حنشوفها مع بعض. وهذه عندنا أقراص الروتي أو أقراص خبز الفينو بعد ما طلعت من الفرن، رائعة جدا جدا، هشة بشكل عجيب. طبعا لسه سخنة مش قادرة أمسكها مثل ما انتم شايفين، إنما النتيجة مذهلة. أتمنى تجربوا الوصفة وأتمنى تشاركونا رأيكم فيها، ونلتقيكم مجددا في حلقة أخرى من سلسلة مع رشا. في أمان الله.